السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. النهاردة هنعمل مع بعض كده طاجن مكرونة بالفراخ، حاجة كده لذيذة وسهلة. يلا بينا كده بسرعة ندخل على المقادير والطريقة. معايا هنا كده طاسة بقى نزلت بيها حطيتها على النار ونزلت بمعلقتين زيت كده كبار، ومعايا بصلاية وسط قطعها حتت صغيرة خالص، وقرن فلفل حامي لو انت حابة تستغني عنه عادي. هسيبهم يتبلوا كده وبعد كده هنزل بقطع الفراخ. انا بحب اعملها كبيره شويه عشان تبقى باينه معايا في الطاجن. هديها تشويحه كده بسيطه وبعد كده هنزل عليها بالبهارات زي ما انتوا شايفين كده. هبدا بقى انزل عليهم بالبهارات. معايا ملح وفلفل وكمون وبابريكا، ومعايا ومعايا ورق لورا، ومعايا نص معلقه ملح صيني. هشوحهم كده حاجه بسيطه بس لحد ما البهارات تعمل مع بعضها، وسبتها خلاص لحد ما تستوي الشكل اللي انتوا شايفينه ده. زي ما انتوا شايفين الفراخ خلاص كده استوت خالص. هنا بقى هعمل الصلصة كده. معايا معلقتين زيت ونزلت عليهم بفصين توم كده مهروسين، هشوحهم لحد ما ياخدوا لون دهبي حلو كده. وبعد كده اكون مجهزة الطماطم ضربها في الخلاط. طبعا انا ببقى عاملة الكمية على حسب الكمية اللي انا هبقى عاملاها في المكرونة. نزلت كده بالطماطم وحطيت عليها معلقة خل كده ورشة سكر، فلفل اسود معلقة صغيرة كده، ومعلقة كمون، ومعلقة ملح صغيرة، وهنزل كمان بمعلقة ملح صيني دي بحطها كده بديل المرقة. انا هنا كده جهزت الطاجن سخنته في الفرن، ونزلت كده بالفراخ من تحت. وبعد كده هنزل بالصلصة معانا. المكرونة بسيبها اخر حاجة، لو حابة انت تحطيها في الاول عادي مفيش مشكلة. حطيت كده الصلصة وهضيف شوية كوباية مية، وبعد كده هنزل هظبط برضو الحدق بتاعها عشان ما يكونش زيادة او اقل. وهنزل كده بالمكرونة، ولو احتاجت مية كمان معايا هضيف. انا كده حسيت ان هي محتاجة نص كوباية مية، ضفت لها نص كوباية مية وظبطت الحدق بتاعها. وكده خلاص هغطيها بسلوفان وادخلها الفرن على درجة حرارة 180 يستوي بقى كده مع نفسها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده ده. يعني ما اقولكوش على ريحتها، كانت قلبة الدنيا. وبعد كده قلبتها بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. كده بقى يكون الفيديو بتاعنا خلص. اتمنى الطاجن الجميل ده يكون عجبكم وطريقته تكون سهله عليكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تحطوا لايك وتعملوا سبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اشوفكم على خير ومع السلامه.